في وقت تجهيز الجواز بقى حمل تقيل على أي بيت بأمل جديد اتفتح قدام آلاف الشباب، وده من أول ما السيدة انتصار السيسي أعلنت عن مبادرة فرحة مصر، والتفاعل كان غير متوقع. في أسبوع واحد بس أكتر من 2000 شاب وبنت قدموا على المنصة، وكلهم عندهم نفس الحلم: يبدأوا حياتهم من غير أي ديون تكسرهم من أول الطريق. المبادرة فكرتها بسيطة لكنها مؤثرة ومساعدة للشباب، وده كله في تجهيز عيش الزوجية، وكمان تقليل الضغوط وعدد الغرامات. الهدف مش بس أجهزة وأدوات، الهدف إن البداية تبقى أهدى وكمان أسهل، لكن في شروط واضحة: التقديم متاح للأسر الأولى بالرعاية، ذوي الهمم والأيتام أو المستفيدين من معاش تكافل وكرامة. كمان لازم ما يكونش متقدم حصل قبل كده على دعم زواج أو دعم عيني، وما تكونش الأسرة عندها أجهزة مكتملة بالفعل، وطبعا يكونوا مصريين. التقديم بيكون إلكتروني بالكامل من خلال منصة فرحة مصر، وكل اللي عليك تدخل بياناتك وتستنى الرد. دلوقتي قول لنا، هل شايف ان المبادرات دي فعلا بتخفف العبء عن الشباب ولا لا؟